حبايبي احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن حال. نبدأ الفيديو باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى قررت كده اعمل الصالة بتاعتي عاملة عميقة عميقة جدا جدا. بصوا، سموها بقى عملة الموسم، عملة الشتاء، عملة دخول المدارس. المهم ان انا في الوقت ده من كل سنة بالذات قبل المدارس لازم اقلب شقتي كاملة. انا عارفة ان الناس كلها او الستات كلها بتعمل شققها اللي هي عملة الموسم قبل دخول الشتاء، ولسه على دخول الشتاء ممكن شهر، يعني ممكن شهر تاني عبال ما الناس تبدأ في شققها. بس بصراحة انا بحب اعملها العملة بتاعة الموسم قبل المدارس عشان تيجي المدارس عليا اكون فايقة بقى انتوا عارفين طبعا الدروس، والنزول والطلوع والمذاكرة والطلبات وي والبيت طبعا والأكل والشرب ونظام تاني خالص غير نظام الأجازة. فحقيقي الله يعيننا كلنا والله يعين كل ست على حالها وعلى عيالها يا رب، اللهم امين. بدأت طبعا اول حاجة كده علشان اعرف انظف الصالة بتاعتي تنظيفة كويسة. كنت لازم اشيل المخدات والكوشنز، طبعا شايفين الكوشنز عندي كتير جدا جدا، دي مش بتاعت الانتري بس، بتاعت الانتري وبتاعت كمان الركنة. معنى ان انا مكوماهم على بعض كده، يعني انا بقول لنفسي يا سهى يلا اتحركي، الشقة مش منظمة، الشقة مكركبة، الشقة مش نظيفة، لازم تتحركي في اقرب وقت. خلاص طبعا الوقت ازف وباقي ايام قليلة جدا على المدارس فلازم اتحرك. المهم بقى دخلت اول حاجة كده ايه، بعد ما لميت المخدات على الترابيزة. الترابيزة دي بتكون دايما مليانة كراكيب بقى، فتافيت. انتوا فاهمين طبعا، العيال اي حاجة يلاقوها، اي حاجة في ايديهم يروحوا حاطينها في الادراج دي على طول بتاعة الترابيزة. فانا بقى كنت بصراحة باصة كده لمنظرها بقالي فترة وعايزة اروقها، بس ايه مش عايزة استعجل على ترويقها غير لما اعملها ساعة لما اعمل الصالة. المهم بقى ايه، فضيت كده حاجة العيال حطيتها في الشنطة ولمعت بقى الادراج كده كويس جدا جدا. مشكلة اللون الابيض اللي فعلا بيبان فيه اي ترابة بطريقة فظيعة، اي تلبيخ اي لمسة ايد فعلا تبان فيه. وبعدين انا اللي اتفاجئت بيه بقى المرة دي ان لقيت الدهان بتاع الترابيزة شقق. فانا مش عارفه بصراحه ليه كده. يعني الترابيزه عملت عندي كده، بصوا حتى باين في الزوايا وفي الدرج كده من قدام ومن جوه ومن بره ومن الجناب كتير جدا جدا. فانا بصراحه متضايقه جدا، مش عارفه هي ليه شققت، ممكن من كتر التلميع فيها مثلا، مش عارفه بصراحه. انتوا لو عندكم فكره قولولي، وقولولي برضو بتلمعوا الخشب الابيض بتاعكم بايه. يعني انا بلمع بالخلطه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها امبارح في الفيديو بتاع امبارح. في قناتي التانية هسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. جمعت لكم كل الخلطات اللي انا بستخدمها اللي حقيقي بتخلي لي كل حاجة عندي زي الفل وزي القشطة، مش محتاجة كلام يعني. بس فالمهم الخشب الوحيد اللي شقق عندي هو خشب الترابيزة ده. مش عارفة بقى ده من الخشب ولا من الدهان بتاعه الابيض، مش عارفة بصراحة. المهم بقى ايه، بعد ما نضفت كده الترابيزة رجعت رصيت الحاجة تاني. وهنا ده بقى الدرج ده مخصص لحاجات شغلي بس، يعني عدة التصوير، المايك الحامل، الأجندة بتاعتي، النوتة اللي باخد فيها الأوردرات، شوية أقلام، المفاتيح، يعني الحاجات اللي ايه تخصني أنا في الدرج ده محدش يقدر يجي جنبه أبدا. المهم بقى ايه، فضيت كده الترابيزه واديتها تلميع. المهم بقى انا حاسه ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ولسه لغايه دلوقتي ما سبتوش اللايك ليه؟ ها ليه بقى؟ انا تعبت جدا جدا في الفيديو ده حقيقي، فاتمنى ان انتوا تشجعوني وكمان تابعوا معايا كده الفيديو الاخر عشان هنتكلم على نظام الدايت. عارفه ان في ستات كتير لما بتيجي بتبدا في تنظيف شققها بالذات التنظيفه العميقه، بتبدا بالصعب الاول وبعد كده تعمل السهل عشان يعني ما تجيش في الاخر، يعني تركن الصعب في الاخر فهزمته تتقل او تحس ان هو تقيل على قلبها. بس انا بصراحه بحب ايه ابدا كده بالحاجات اللي هي الخفيفه وبعد كده ابدا بقى ايه الصعب في الاخر، لان لو بدات بالصعب هتعب وهريح وهحس ان انا مش قادره ومش هقوم اكمل اي حاجه خالص. طبعا نزلت الستاير، واخدين بالكم انا مستسهله لدرجه اني حاطه الستاره
في الماسورة ازاي. يعني الماسورة حطها في الستارة حتى ما فيش حلقان. طبعا بعد ما كان عندي في الشقة الاولانية بلتكانة وكنت حقيقي بعاني منها بطريقة رهيبة. وهنا بقى انا لما جيت عملت الجبسن بورد في الشقة دي بصراحة نسيت اعمل اللي هو بيت الستاير. او بصراحة مش نسيت، بس انا كنت غضبانة وحبكت ان انا اغضب والشقة بتتوضب. فطبعا انتوا عارفين الرجالة ما بتركزش في الحاجات دي ابدا. احنا الستات لولا ان احنا نقول عايزين كذا وكذا وكذا فهم يعملوا. المهم الحمد لله حصل خير، عالجت الموقف بالمواسير كده. برضو استسهلت الستاير اللي على البلتكانات. الله برضو يكون في عون كل واحدة عندها ستاير على بلتكانات. معاناة بصراحة. لعلمكم انا ممكن انزل الستاير 2-3 في الشهر واغسلها. طبعا سهلة مش مستصعباها. المهم بقى خلعت الشباك الالموتيل ده، الشباك الوحيد اللي بيتخلع عندي يا جماعة، تحفة. يا ريت كنت اعرف اخلع الباقي. انا مش عارفة بصراحة اشمعنى ده بس اللي بيتخلع، بس انقاذ يعني بيخليه بقى لما اجي انضفه تنظيفة بينضف تنظيفة عميقة تحفة ملهاش مثيل. المهم بقى ايه، زعفت كده الشقة كلها. وبما ان في تنظيفة عميقة يبقى مش هسيب خرم ابرة غير لما يتعمل. الانتريه بتاعي كنت حاساه كده بقاله فترة مطرب او مطفي. وكمان لقيت فيه على المخادع بتاعته كده اللي هي الجناب بتاعته دي مقرحة. يعني تقريبا كده ايه اللي رايح واللي جاي بيسند عليها فعاملة سواد. فالمهم بقى ايه، قبل طبعا ما اغسله لازم انضفه تنظيفة كويسة جدا جدا عشان اي مية احطها عليه ما تقلبش بطين يعني، ويبقى صعب تنظيفه صعب. فكان لازم انفضه تنفيضة كويسة جدا جدا. المهم بقى ايه، انا بصوا هنا كنت بحط اللي هي المقاعد يعني بتاعت الانتريه على اساس ان انا كنت هعملها بالليفة زي ما كنت هعمل الانتريه. بس رجعت في كلامي هتشوفوا برضو. جيت اعمل المقاعد يعني كده بالليفة زي ما بعمل الكراسي والكنب. لقيت ان الموضوع هيكون متعب جدا وهبلبل مية كتير والسفنج هياخد له ايام كتير جدا يعني عشان ينشف. فحسيت ان الموضوع ايه، لا هيأفور معايا. فقلت لا خلاص انا هقلع المقاعد بتاعة الانتريه كله. وطبعا بما ان الانتريه بتاعي فاتح جدا جدا، اللون المستردة ده فاتح بيبان فيه اي حاجة والله. بصوا لو شوية تراب كده صغيرين بيخلوا اللون ما يبقاش مزهزه. احنا مش هنعرف نمنع التراب يعني من بيوتنا مهما قفلنا الشقق، مهما عملنا مهما سوينا برضو ما بنعرفش نمنع التراب ابدا. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده جيت اعمل من اول دعكة ولا دعكتين قلت لا ده كده بقى ايه، الدنيا هتتبظوط مني مية كتير والانتريه سفنجة هيشرب مية كتير، فبلاش احسن خليني زي ما انا متعودة وقلع الاكياس بتاعته. حاطه في دماغي اصلا، حاطه في بالي الفتره الجايه دي ان انا عايزه اعمل كفر للانتريه وللركنه، بالذات الركنه لان الركنه اللي حقيقي صعبه جدا جدا. بتتوسخ كل فتره قريبه قوي. انتوا فاهمين طبعا عشان هي اللي قعدتنا كلها عليها. فبفكر ان انا فعلا لازم اعمل لها كفر، لان الدعك برضو كتير بيبوظ القماش. فانا مش عايزه ايه ابوظ القماش بتاعها، انا عايزه احافظ عليها على قد ما اقدر. المهم بقى ايه، عملت بقى القماش بتاع الانتريه كامل. وكنت كمان بعمل اللي هي الحز اللي في النص اللي هو الذهبي ده لانه بيكون مليان تراب. حتى ده برضو بيكون مليان تراب. كل فترة قصيرة جدا بلاقيه برضو مطفي، يعني محتاج يتلمع. حتى لو ما نضفت يعني لو ما نفضتش محتاج يتلمع. انا عندي الركنة لونها كحلي او ازرق غامق، وعندي الانتريه بره لونه مستردة اللي هو المشمشي. هتقولوا لي يا سهى انهي الافضل، الفواتح ولا الغوامق؟ هقول لكم الاتنين بيتوسخوا والاتنين بيبان عليهم اي وساخة. يعني اذا كان الغامق لما يجي عليه شوية ترابة تحسوه مطين، والفاتح لما يجي عليه برضو اي ترابة تحسوه مقرح. يعني في الاتنين اذا كان يعني الفاتح او الغامق، فالاتنين محتاجين عناية واهتمام باستمرار يعني ونظافة باستمرار.
انا اصلا من الاساس وانا بفصل العفش بتاعي انا كنت عايزه اعمل المشمشي ده او المسترد ده جوه في اوضه القعاد، انتوا متخيلين؟ وعاوزه تبقى قعدتنا عليه على طول. الحمد لله والف شكر ليك يا رب ان انا اتراجعت على اخر لحظه يعني، وخليت الغامق هو اللي تبقى قعدتنا كلها عليه. والله العظيم شايل بلاوي يعني حقيقه. آه الفرع ده بقى كده انا بشيله من على الحامل بتاع الشاشة. طبعا انتوا عارفين ان انا كنت قاعدة في الصالة ونقلة القعدة بتاعتي في الصالة، فالحمد لله يا ربي نقلت الركنة تاني جوه، حطيتها جوه ونقلت الشاشة جوه. والحامل ده انا بخبيه بايه؟ بفرع الشجر اللي انتوا شايفينه ده بس يعني. خلاص بقى بدأنا الشتاء. في الشتاء بدخل جوه تاني، بنقل قعدتي كلها جوه. الأوضة اللي جوه ايه صغنونة كده شوية، وبتبقى دفى جدا بقى في الشتاء يعني، ولا بنحتاج ممكن بطاطين ولا بنحتاج دفايات ولا اي حاجة، لان شقتي اصلا قبلي مش بحري. فالأوضة اللي جوه دي بتكون دفى جدا عكس الصالة. الصالة بيكون فيها هوا جامد جدا، عشان كده ده سبب يعني ان انا بخرج بره في الصيف وبدخل جوه في الشتاء. بس بصراحة تعبنا المرة دي جدا واحنا بننقل الحاجة انا وجوزي. ده انا لسه هنزل لكم الفيديو. يوم النقل ده كان يوم حقيقي صعب قوي قوي. ان احنا ندخل الركنة ونطلع الانتريه، والحاجات كبيرة، الانتريه كبير مش صغير، والركنة برضو كبيرة مش صغيرة. نجيب الحاجة شمال نجيب الحاجة يمين، والحاجة حقيقي مسحت الارض يعني. فالموضوع كان صعب قوي. قلت له لا انا مش هعمل العملة دي تاني يعني. حاجة كمان برضو، انا كنت بصراحة عمالة بتكلم معاه وبقول له انا عايزة يعني حاطة في دماغي ان شاء الله خطة كده مستقبلية ان انا افتح اوضة القعاد على الصالة. شوية مترددة يعني، انا حابة الوسع، حابة يكون عيني شايفة وسع، انتوا فاهميني؟ بس مترددة ليه بقى؟ لان حرفيا المكان اللي بنقعد فيه انا والعيال، المكان اللي قعدتنا فيه بيكون زريبة. والله العظيم مهما كان احنا سيطرنا على الفتافيت، سيطرنا على العيال، عملنا لمينا من وراهم معرفش ايه، لازم برضو هم بيسيبوا اثر، بيسيبوا فتافيت، بيسيبوا بهدلة، العاب معرفش ايه. فانا بقى مش متخيله بصراحه ان انا يكون كل دوت مفتوح على بعضه. هكون مبسوطه ومرتاحه ان عيني شايفه وسع، بس موضوع الدهوله ده بس اللي انا شايله همه. عملت بقى حيطان طبعا الشقه الصاله كلها، عملت الحيطان. بصوا بقى هنا انا هنا انا كنت بشطف الشباك على فكره. انا هنا كنت رغيته وعملته بالليفه كتير جدا، بس الجزء الاولاني او المقطع الاولاني من الفيديو انا فاكره كل ده بيصور بصراحه، بس هو طلع ما بيصورش يعني. دي كانت اواخر الطينه اللي نزلت منه. انتوا هتشوفوا يعني الطينه اللي نزلت من الشباك في الارض. بس حقيقي ده الشباك ده بيتعمل العملة دي من السنة للسنة، بس أقسم بالله بينزل كمية تراب وطين لا تتخيلوها. أنا كان نفسي تشوفوا الألموتال وهو مسيل طين على الحيطة اللي أنا أصلا كنت غسلتها من ضمن الحيطان كلها. يعني أنا عملت الحيطان بتاعت الصالة كلها، المفروض ده ما كنتش عملت الحيطة دي إلا بعد ما اغسل الألموتال. بس الحمد لله يعني. لما جيت يعني سيطرت على طول، مسحت على طول، عشان خاطر ما يلحقش طبعا الطينة دي تطبع وترطش كمان على الحيطة اللي جنبها. الحمد لله يعني. رميت طبعا كل بقى الطينة اللي نزلت والمية اللي نزلت من الشباك كلها، عشان انا بقى هفرش الحفظات واغسلهم. فطبعا ما ينفعش احطهم على الطينة. بس اللي انا بقى اكتشفته والصدمة اللي انا اتصدمتها هو كان من الحفظة الكبيرة. يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي، بس انا اتصدمت صدمة. انا اصلا كنت شاكه، بس المره دي بالذات اتاكدت يعني ان الحافظه دي كده خلاص. حاسه ان انا عايزه استغنى عنها، لان كده هي ملهاش حل. بسبب الحركه اللي انا هوريها لكم بعد وانا بغسلها يعني فيها. طبعا الحاجه بتاعتي الفرش بتاعي ده كله ابيض. وبرضه انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا وانا بنقل بعت السجاجيد كلها وجبت بديل سجاد اللي انتوا شايفينه في الارض ده. بس دي جيت اشتريها افتكرتها يعني 2 في 3، بس طلعت 1.80 في 2.80 برضو.
فصغيره قوي زي ما انتم شايفين. فانا ان شاء الله نازله الايام الجايه دي على الفرش بقى. انا هوريكم الشقه كلها بعد ما تتفرش، وهعمل لكم برضو جوله في الشقه. انا عارفه ان انتوا طلبتوا مني كتير جدا اعمل لكم جوله في الشقه، فانا مستنيه هعملها ان شاء الله باذن الله، بس بعد ما افرش الشقه يعني واظبط النظام بتاعها. هنا بقى انا لما باجي اغسل حاجات، يعني كذا حاجه، اللي هو مثلا يعني السجاد او المشايات او كده، بحطهم كلهم على بعضهم. ليه بقى؟ علشان ما افضلش كل شويه ارش ميه والم ورش ميه والم، لا انا ببلبل كله كده مره واحده مره واحده، يتشرب من الاريال والكلور والميه، كمان ما بلش ميه كتير. هنا بقى بدأت ان انا اغسل الحافظات، ادعك شوية واقعد شوية اسيبها تتنقع كده، وبعد كده ادعك تاني. تعالوا بقى وانا بدعك كده اكلمكم في الموضوع اللي كلكم سألتوني عنه. يا سهى انت ازاي بتحافظي على وزنك؟ يا سهى ازاي بتحافظي على وزنك؟ يا سهى فين فيديو الدايت احنا عاوزينه؟ اسمعوني بقى كويس قوي قوي وركزوا في الكلام اللي جاي ده. انا لما بحب اخس بخس، بحرم نفسي من الاكل ابدا. انا باكل كل حاجه. انا بعمل دايت الايام دي، انا فطرانه النهارده حلاوه بالقشطه، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. بتاكلي بالليل يا سهى؟ باكل بالليل، وبشرب عصاير وباكل كل حاجه. ما بعملش لنفسي اكل مخصوص ولا اكل دايت ولا اي شيء. بتخسي يا سهى؟ بخس جدا. انا خسيت من حوالي 117 كيلو. ليه؟ هقول لكم بس بعد ما اوصل للميزان اللي انا حطاه لنفسي. بتعملي ايه يا سهى علشان تخسي وتحافظي على وزنك وفي نفس الوقت الكيلوهات اللي انت نزلتيها دي ما ترجعهاش تاني؟ اولا هي اني باكل من اكل البيت، الاكل اللي انا بعمله اللي هو العادي بتاع كل يوم اللي انا اصلا متعودة عليه، بس بقلل سنة بسيطة خالص في الكميات. يعني انا مثلا لو باكل مثلا 5 معالق رز، بخليهم 3 معالق بس، جنبهم نص رغيف عيش بخليه ربع رغيف عيش. وباكل من كل الاكل اللي معمول، مكرونه رز عيش، كل حاجه كل حاجه، الفول والطعميه وكل حاجه بتاعتنا انا باكلها. بس قبل الغدا بالذات انا ببدا طاقتي بطبق سلطه. بصوا انا واحده ما بتحبش السلطه اصلا، بعمل طبق سلطه اجباري، حاجه كده انا باكلها اجباري زيها زي الدواء. طبق سلطه مقطع يعني اي خضار عندي، يعني مش شرط انواع معينه، لا هو اي خضار عندي بقطعه وبعصر عليه بس نص ليمونه، وباكله كله اجباري قبل ما ابدا بالاكل بتاعي. هتلاقي نفسك اصلا غصب عنك ما كملتيش طاقتك. طبق السلطه شبعك، وبعد طبق السلطه كلي النايب بتاعك اللي هو البروتين بتاعك، اللي هو الفراخ او اللحمه او السمك. وبعد كده كلي بقى الرز والعيش والكلام ده، او تاكلي الاتنين مع بعض عادي، بس حاولي ان انت تخلصي البروتين بتاعك الاول. ما تركزيش في النشويات اكتر من البروتين، لان انا واحده بتعشق حاجه اسمها نشويات. انا بحب الرز والمكرونه جدا والعيش، فعشان كده ببدأ بعد السلطة بالبروتين. باكل بالليل باكل بالليل، بس مش باكل اللي هو مثلا الطبيخ، مش باكل الحاجات الجامدة التقيلة، لا. اخلي عندي بقسماط، اخلي عندي فايش، اخلي عندي شوية مقرمشات كده. ممكن اعمل ربع رغيف عيش بجبنة، ممكن اعمل بيضاية مسلوقة، ممكن اغمس بنص رغيف عيش مثلا جبنة قريش او جبنة العلب، اي حاجة عادي يعني. قبل ما اكمل لكم موضوع الرجيم، الحافظة بتاعتي دي اللي انا اكتشفته ان هي بتنزل تراب من تحتها حتى لو انا لسه منضفة، بتنزل تراب تاني. يعني انا مش عارفة ازاي يكون مثلا هي لسه مفروشة وكنسها كويس جدا وكنسة السيراميك، الاقيها قامت نزلت من تحتها تراب وفتافيت. مش عارفة ليه بصراحة. ده انا كنت شاكة، بس النهاردة بالذات اتأكدت لما لقيت وانا بلمها بعد ما غسلت كمية الطينة اللي تحتها، لان انا كنت كنسة من تحتها طبعا قبل ما اغسل، يعني ابدأ اغسل. المهم اكمل لكم بقى موضوع الرجيم. بصي بقى، اللي انا بقوله لك ده انت هتخسي عليه، بس ممكن تخسي في الشهر مثلا 2 كيلو، تمام. بس نظام الرجيم ده هو اصح نظام
ممكن تمر بيه. اللي انا قلته لك ده بجانب حاجة كمان انك تخفي مقليات. اللي ساعدني بصراحة ان انا اخس هو الاير فراير، وانا هعمل لكم فيديو كامل ليها. بس الاير فراير ساعدتني جدا ان انا اخفف كميات زيوت كتير جدا في اكلي، فده خلاني اخس. بتحطي في الاكل بتاعك معلقة سمنة كبيرة، خليها نص معلقة. اكترية اكلك حاولي تدخليه، لو انت ما عندكيش اير فراير حطيه في الفرن، يعني احنا عامة مش هنغلب. تمام. تخفي نهائي من المعجنات، برضو تخفي. انا ما بقولش تمنعي، لا، انا عايزاكي تاكلي كل اكل بيتك اللي موجود. انا النهارده واكله حلاوه بالقشطه، بس واكله رغيف فينو واحد بس، والكوبايه اللبن بتاعتي مش متحليه خالص. رغيف فينو واحد بس من نفسي، وبكره اكيد طبعا مش هكررها. هنفضل بقى ماشيين على كده في خلال شهر، وشوفي انت في الشهر هتنزلي قد ايه، وانا متأكدة ان انت هتنزلي جدا جدا جدا. اي استفسار او اي سؤال على موضوع الدايت برضو انا مستعدة اتكلم معاكم فيه تاني كتير جدا في فيديوهات تانية ان شاء الله بإذن الله. هرد برضو على كل استفساراتكم ان شاء الله بإذن الله في الكومنتات. بس كده وبكده روتين النهاردة خلص. التنظيفة العميقة للصالة خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله في التنظيفات العميقة الجاية. يلا سلام.